السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه غدا بسيط وسهل واقتصادي هنعمله مع بعض النهارده ان شاء الله. التلاجة ما فيهاش ولا لحمه ولا فراخ، برضو مش محتاجينها النهارده في الوصفه بتاعتنا خالص. كمان الميزانيه بعافيه واخر الشهر، ولا يهمك يا ست الكل. هنعمل مع بعض النهارده احلى والذ فطيره ممكن تعمليه. شايفين شكلها؟ اللهم بارك. تحفه يا جماعه، اتمنى ان انتوا تجربوها. بس يا ريت بقى فضلا وليس امرا ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا بقى بينا نشوف احنا عملنا ايه مع بعض النهارده. عملنا احلى واسهل فطيره، 10 دقايق هتكوني مخلصاها ان شاء الله. الوصفه تكون بسيطه وسهله وامكانياتها كمان متاحه في كل بيت، وتعجبكم وتنال رضاكم. شايفين شكلها؟ تحفه اللهم بارك، وكمان قطنيه وهشه جدا جدا. مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود زي ما اتفقنا. ان شاء الله الوصفه تكون بسيطه ليكم. تعالوا بقى مع بعض نصلي ونسلم على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونشوف المكونات بتاعتنا اللي بعملنا بيها الفطيره دي. مكوناتها بسيطه جدا وسهله. معايا بوله فاضيه زي ما انتم شايفين كده، هحط فيها كوبايه ميه عاديه جدا من الحنفيه. هنزل كمان بمعلقتين 2 سكر كبار، ومعلقه خميره معلقه خميره فوريه او باكيت خميره من السوبر ماركت. هبتدي اقلب المكونات بتاعتي كويس جدا. لو الخميره بتاعتك ما انتش متاكده انها شغاله، ممكن تعملها تيست بره. تيست ازاي؟ ان انت تديها تقليبه كويسه كده لحد ما تعلى كده، تبقى الخميره بتاعتي عارفه ان الخميره بتاعتي كويسه، فهشتغل على طول. معايا ايه تاني؟ معايا كوبايتين 2 دقيق يعادلوا 400 جرام. نزلت عليهم بالميه والسكر والخميره اللي انا حطيتهم على بعض. هبتدي اقلبهم. لو لقيت الخليط بتاعي محتاج ميه، هزود حبه بحبه. ممكن تستغني في المرحله دي عن الميه وتحطي حليب، ممكن تحطي زبادي. دي حاجه تبع امكانياتك، بس احنا بما ان هنعملها فطيره اقتصاديه بنجيب ابسط واسهل المكونات والموجوده. طبعا دي كوبايه ميه. وممكن كمان لو انت حابه في المرحله دي تضيفي بيضه للعجينه وتعززيها شويه، برضو براحتك. ممكن تحطي معلقتين 2 لبن بودره، برضو براحتك. العجينه دي بتقبل اي حاجه يا جماعه. شايفين؟ هي قطعه عجين صغيره جدا زي ما قلت لكم، 400 جرام، كوبايتين دي. هبتدي بقى ادمج العجينه بتاعتي كويس. كل نوع دقيق بيختلف لامتصاصه للسوائل زي ما احنا متفقين. هنزل عليها بس بمعلقتين 2 كبار زيت. زيت اكل عادي جدا. الزيت هنا وظيفته ايه؟ انه بيساعدني ان العجينه بتاعتي تلم بسرعه، ما تاخدش معايا وقت في العجن. شفتوا؟ اول ما حطيت الزيت ابتدت العجينه بتاعتي تلم. انا عايزه العجينه بتاعتي بتلزق، يعني ما تبقاش يابسه معاكي، بتلزق بالطريقه دي. شايفين؟ انا كل ما بحركها بتلزق في ايدي، وفي نفس الوقت ما تبقاش بتلزق قوي. هغطي بقى العجينه واسيبها تخمر. مش هتخمر كتير، يعني لمده تقريبا 10 دقايق. على ما العجينه بتاعتنا تخمر نشوف بقى الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا عباره عن ايه؟ دول بطاطسيتين 2 سلقتهم بقشرهم، وبعد كده وهم سخنين هرستهم كويس جدا بالشوكه او بهرسه الفول. اهم حاجه تتاكدي ان هي ما يكونش فيها كتل كبير، وتكون مهروسه ناعم زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. معايا بقدونس او كزبره، فلفل الوان، زي ما انت حابه حطي. دي مرقه دجاج فوريه، ودي توابل البطاطس. ممكن تستغني عنهم وتحطي التوابل والبهارات اللي انت عايزاها. الحشوه دي تقبل اي حاجه. ممكن تشيلي الحشوه دي خالص وتحطي بيض مسلوق ومقطع حتت صغيره كده، برضو دي حاجه راجعه لك انت. حابه اللي حابه تزوديه زوديه. ممكن تحطي زيتون، ممكن تحطي لانشون، ممكن تحطي جبن، براحتك خالص. الفطيره دي تمشي معاكي اي حشوه. دول شويه جبنه مبشورين هحطهم عليهم، برضو مش اجباري خالص، دي حاجه اختياريه. الموجوده عندك في البيت اشتغلي بيه. وهبتدي اقلب المكونات بتاعتي كويس بالطريقه دي. البطاطس بتاعتي هرسها ناعم جدا جدا زي ما انتم شايفين. دول معلقتين 2 سمنه او زبده اللي متاح عندك اشتغلي بيه. حط عليهم معلقه توم بس وحطهم على البوتاجاز ثواني يا دوب بس ريحه التوم طلعت، ونزلت بيهم على البطاطس دي بقى. بتدي طعم حلو جدا جدا للبطاطس. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقه دي. وهبتدي اقلبهم كويس مع بعض. ادمج المكونات بقى كويس واديهم هرسه كده كويس. كده اتاكدت المكونات بتاعتي كلها كده اندمجت مع بعض. شايفين البطاطس مهروسه ناعم جدا جدا. هنركن بقى البطاطس بتاعتنا على جنب ونشوف العجينه بتاعتنا اخبارها ايه. هنا كان عدى عليها بالظبط 10 دقايق، وزي ما قلت لكم ما تخلوش العجينه تخمر قوي. هبتدي بس عاوز ايدي دهنه زيت صغيره، لان زي ما احنا متفقين العجينه بتاعتنا بتلزق. وعلى سطح العمل بتاعك بقى، ونبتدي نبرم العجينه بتاعتنا كده رول علشان تبقى سهله علينا في التقسيم زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي اقسمها لنصين 2، نص كبير شويه ونص صغير بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اهم حاجه تساوي السطح بتاعها كويس. هركن بقى النص اللي انا مش هشتغل بيه دلوقتي في قلب البوله واغطيه. دول النصين انا بوريكم انه نص كبير ونص صغير شويه، هو اكبر منه حاجه بسيطه.
المفرش بتاعي مدهون دهنه زيت بسيطه، وهبتدي افرد العجينه بتاعتي. انا ما ريحتهاش ولا اي حاجه. لو لقيت العجينه معاكي في المرحله دي بتلم كل ما تفرديها، سيبيها بس 5 دقايق زي ما هي كده، هتبصي تلاقيها وانت بتفرديها سهله خالص. انتوا شايفين اللهم بارك، وانا بفردها بتمشي معاكي بكل سهوله. من اسهل واجمل المعجنات اللي ممكن تعمليها، سهله وبسيطه جدا، امكانياتها بسيطه جدا، وفي نفس الوقت نتيجتها حلوه جدا. معايا الصينيه بقى بتاعتي دهناها دهنه زيت. الصينيه دي مقاسها قد ايه؟ مقاسها 30 زي ما انتوا شايفين كده. سكنت فيها العجينه بتاعتي كويس بالطريقه دي، وخليتها كلها مقاس واحد. ما تخلي، حاولي ان انت ما تخليش حته عاليه او حته واطيه. هجيب بقى الخليط بتاعي بتاع البطاطس اللي احنا عملناه، وابتدي انزل بيه جزء جزء كده واحطه في الصينيه. ليكي حريه الاختيار في الطريقه اللي انت هتحطي بيها. ممكن تحطيها زي ما انا حطيتها كده حته واحده وتفرديها، ممكن تعمليها اقراص وتوزعيها زي ما انت حابه، او زي ما تعرفي تتحكمي في العجينه بتاعتك حطيها. اهم حاجه تسيبي من عند العجينه من الاخر كده سنتي صغير، علشان نقدر نحط عليه العجينه التانية. دي العجينه اللي احنا هنغطي بيها وش الفطيره بتاعتنا. هبتدي افردها، بس ما تفردهاش قوي بقى في المرحله دي. انا دهنت بس دهنه زيت بسيطه عليها كده، وهبتدي ان انا افردها نص فرد بالطريقه دي على شوبك بقى، او المردانه او الفراده بتاعتك. وهبتدي الف العجينه بتاعتي عشان اسكنها على الصينيه. شايفين الطريقه سهله جدا وبسيطه زي ما اتفقنا. في اقل من 10 دقايق هتكوني مخلصاها. هبتدي بقى اخد العجينه من فوق لتحت، انزل الجزء بتاع العجينه لتحت عشان الم بيها الفطيره بتاعتي، عشان الفطيره بتاعتي ما تفتحش مني في الفرن. شايفين شكلها؟ مش هخمر ولا هعمل اي حاجه تاني خالص. خلاص. معايا هنا بقى بوله فيها فيها معلقتين 2 حليب، عليهم كمان ربع معلقه قهوه سريعه الذوبان. ممكن تستغني عنها خالص، براحتك زي ما انت حابه حطي. ممكن تحطي صفار بيضه، ممكن ما تحطيش حاجه خالص، برضو عادي خالص، مش هتفرق معاكي في الوصف باي حاجه. هبتدي اغطي بيها الفطيره بتاعتي بالطريقه دي. خلاص كده خلصت الفطيره بتاعتي دهنها بسائل التغطيه. خلاص هبتدي اجيب المكونات اللي بعد كده. معايا قطع لانشون صغيره زي ما انتم شايفين. ده لانشون مقطعاه ازاي، غطا ازازه وضغط عليها يديك الشكل اللي انت عايزاه ده. ممكن تستغني عن الخطوه دي خالص وتخليها زي ما هي كده، هتطلع برده معاكي كويسه جدا. ممكن تحطي حبه بركه برده هتطلع معاكي زي الفل، او سمسم اللي انت عايزاه اشتغلي بيه. وممكن تسيبيها ساده خالص برده هتديكي نتيجه حلوه جدا. هي بتمشي معاكي في كل الاحوال. شايفين الشكل؟ انا رشيتها كلها سمسم بالطريقه دي قبل ما احط اللانشون اللي معايا. هاجي بقى كمان ببقيه اللانشون اللي انا مقطعاه وابتدي ارصه على الفطيره كده اي شكل معاكي. زي ما اتفقنا ان انت ممكن تستغني عن الخطوه دي. في الوقت ده انا بسخن الفرن بتاعي كويس جدا على اعلى درجه عندك. هتاخد لها قد ايه في الفرن؟ هتاخد لها تقريبا من 15 ل 20 دقيقه، وكله على حسب نوع الفرن بتاعه يا جماعه. انا مسخنه الفرن من قبليها ب10 دقايق. خدت معايا في الفرن قد ايه؟ خدت معايا بالظبط 15 دقيقه. اول ما تلاقي القاعده بتاعتها احمرت، تقومي جايه مشغله الشوايه بتاعتك، وايدك على طول تلف الصينيه. هاخدها بقى وادخلها الفرن ونرجع نشوف شكلها بعد ما تطلع من الفرن. شايفين شكلها؟ اللهم بارك. انا حطيت شويه خضره ممكن تستغني عنهم خالص. وهنا كان عدى عليها بالظبط في الفرن 15 دقيقه. طلعتها. اول ما بتطلع الفطيره بتاعتك من الفرن، بتغطيها بفوطه نظيفه وتسيبيها تريح لمده 5 دقايق. هتلاقيها طريت معاكي وبقت تحفه اللهم بارك. شايفين شكلها بعد ما طلعت من الفرن؟ هنا كنت قطعتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. حابه بقى تقدميها في الصينيه براحتك. شايفين شكلها؟ والله يا جماعه من اسهل والذ الفطاير اللي ممكن تعملوها. اتمنى بقى ان اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو متنساش يحط لي لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم جديد. شايفين شكل الفطيره من جوه؟ تحفه، جوسي، وفطيره من اسهل والذ الفطاير اللي ممكن تعمليها. لا خدت منك وقت ولا مجهود ولا امكانيات. اظن مفيش بيت مفيهوش بطاطسايتين وكوبايتين 2 دقيق. اتمنى ان وصفتي النهارده تكون بسيطه وسهله ليكم وتكون نالت رضاكم، وان شاء الله الوصفه تكون عند حسن ظنكم لو جربتوه. شايفين شكلها؟ الفطيره دي يا جماعه ممكن تحتفظوا بيها في الفريزر لو انتوا حابين. ممكن تحطوها في اللانش بوكس لاولادكم. ممكن تنفع معاكي فطار غدا عشاء، تمشي معاكي في كل الاحوال. اتمنى ان وصفتي تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. اشوفكم على خير في فيديو جديد تاني ان شاء الله.